انا كنت عايز اسالك من وانا صغير، نرجع للكوره تاني. كنت دايما بتحكي لي عن ده الجول ده عامل زي جوان الخطيب. ايوه دي الترقيصه دي بتاعت الخطيب. اي حاجه كانت حلوه في الكوره كنت تقول لي زي الخطيب. الخطيب في لعبه، في فنه، في اخلاقه، عشان كده بيقولوا عليه اسطوره. اسطوره اسطوره في لعبه وفنه. كان كل حاجه ليها قصه. الكوره لما تيجي مثلا مرفوعه من كورنر او مرفوعه من حاجه او يرقص ترقيصه من عاليه، بيسموها تشميسه. يقوم واخد الكوره على صدره، تلزق في صدره ويخش فيها الجول. يرقص يهوش تهويشه كده، يجيب الفريق ده كله وهوب جايب في الجول. لا كان لعب فني. كنت انا مسجل له شريط طبعا فيديو في الاهداف كلها. ده كان في السعوديه الشريط ده. وكنت عامله هناك في السعوديه وخدته معايا واتسرق مني وطلعت واحد تاني وهكذا. كان كل واحد من المدرسين يقول لك اديني الشريط بتاع الخطيب. بس في ناس بتقول دلوقتي انه مش اسطوره. لا في ايه؟ في ناس دلوقتي بتطلع في التلفزيون تقول مش اسطوره. دول مين اللي بيقولها؟ مين؟ عدو لي، واحد حاقد عليه. بدون اي يعني ذكر اسماء. ايوه بدون زعل. واحد حاقد عليه. يعني هتقارن اللي بيقول كده انه مش اسطوره ومصمم على مش اسطوره، هتقارنه بالخطيب؟ في ايه هتقارنه بيه؟ الخطيب اسطوره بفنه، باخلاقه، بادبه. ادبه الجم يعني، مش ادب اي كلام. طب سؤال. وراجل هادي ورزين وبيطلع الكلمه اللي بيقولها بادبه واخلاقه.